السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة علي حسن في الجزء الخاص بتعليم الفوتوشوب. النهاردة إن شاء الله معانا درس لطيف كده وهو أكشن. احنا من زمان ما عملناش أكشنز. النهاردة يعني هنشوف مع بعض أكشن صغير كده، هو اسمه فايبرم أكشن، فايبرم لاين أرت أكشن. هو حاجة شبه الفايبرم، معناها اللي هو الليف أو الخطوط المتداخلة على بعضها كده. تمام. الاكشن ده بسيط جدا يا جماعه، وممكن نستخدمه في حاجات كتيره، منها مثلا تصميم التيشيرتات اللي هو ممكن تعمل شويه خطوط كده جنب بعضها وخلاص. تمام. تعالوا كده نجرب الاكشن على صوره زي دي مثلا. طيب، اول حاجه خالص هندخل على ويندو وهنتاكد ان في حاجه اسمها ايه، الاكشن معمول، يعني الاكشن موجود. تمام. طيب هنضغط عليه، هيديني القايمه دي. هنبتدي نضغط على السهم الصغير ده وبعد كده لود اكشن. ان شاء الله هتلاقوا الاكشن ده في وصف الفيديو. هنضغط عليه اهوت وهنديله لود. تمام. طيب كده الاكشن جه. بعد كده بقى هنبتدي، احنا معانا هنا الصوره بتاعتنا دي لازم تبقى باك جراوند. هنعمل نيو لاير ونسمي ده جروب يا جماعه. هنعمل نيو لاير اهوت ونسميها ماسك. تمام. طيب هو هنا بيقول لك انت عايز الخطوط بتاعتك تبقى فين، يعني الخطوط بتاعتك انت عايزها تبقى فين بالظبط. والله مثلا انا عايز الخطوط بتاعتي في الاماكن دي. هنضغط على كويك سيلكشن. تمام. وهاجي راح واقف على الباك جراوند واقول له والله انا عايز الخطوط بتاعتي مثلا في الحته دي. تمام. وليكن انا عايز الخطوط بتاعتي في الحته دي بس. تمام. طيب وبعد كده هاجي راح واقف عند الماسك واجي رايح ماسك اداه البراش تول بتاعتي اهيت، وباي لو اداه البراش تول وباي لو، وابتدي اعمل الاماكن اللي انا عايزها اهي. نعتبر مثلا ان انا عايز الاماكن دي بس. تعال نزود شويه كمان، هنعمل كنترول دي. تعالى كمان شويه، تعالى مثلا نختار الحته دي عشان ما تبقاش فيه فراغات بس. يلا اهي كمان دي ودي. تمام 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 اها 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 اها. تمام. ودي كمان. طيب واجي رايح واقف على ماسك تاني ونمسك اداة البراش تول بتاعتنا، نفس الموضوع، لا بالبراش تول اهي. وهنبتدي، لا ده دي السلكشن تول. انا واقف هنا، فين البراش تول اهي. يلا بينا كنترول دي يا شباب. ها، امسك اداة السلكشن. انا عايز دي وعايز دي وعايز دي ودي ودي ودي. يلا، وهقف على الماسك. البراش تول الجميله بتاعتنا، فين البراش تول اهي البراش تول. وهبتدي ارسم على الاماكن اللي انا عايزها كده. تمام. طيب هنضغط كنترول دي عشان نشيل السلكشن وكده. تمام، مفيش مشكله. بعد كده هاجي رايح واقف على اكشن واجي رايح على الاكشن اللي هو بتاع فايبرم ده، وهقول له رن.
تمام يا شباب، الاكشن دلوقتي انتهى. شايفين الاكشن بقى عامل ازاي؟ دلوقتي بقى احنا ممكن مثلا لو عايزين نظبط شويه حاجات هنا في بعض الكالرز اهوت، هاي فايبرز والميدل فايبرز. ده الماسك اهوت اللي احنا كنا قايلين نعمل عليه. طيب تعالوا بقى نظبط شويه حاجات كده في الماسك. طيب شايفين هنا ده المكان، الحتة البيضة دي هي المكان اللي اتعمل عليه التأثير بتاعنا، ودي الفريم بريسيتس دي اللي هي الفريمز او شايفين، او تقدروا تقولوا الخلفيات او اللي هي الصور او الحاجات اللي بتدي طابع اجمل للصورة بتاعتنا. يعني انت مثلا ممكن تعمل دي كده ودي مثلا ودي حاجة كده يعني وده بيعتبر فن حديث. شايفين؟ طيب ده الاوبجكت لايرز بتاعتنا، ادي الميدل وادي اللو. طيب ادي اللو فايبرز. انت ممكن تعمل دي بيديها يعني بعض الفن كده. تمام. هاي فايبرز هنا لو انت عايز مثلا تقلل شوية الخطوط دي، تقللها شوية او تزود الخطوط زي ما انت عايز، وممكن تشيل اساسا الهاي فايبرز دي خالص وتبقى الرسمة كده. color preset ممكن تعمل دي يا جماعة، ممكن تعمل دي color لو انت حابب. بعض الالوان اهي هتلاقيها في الاكشن نفسه، يعني لو انت حابب ده حاجة حلوة قوي، يعني فعلا بيديك حاجة كويسة جدا. يعني لو انت عايز، شايف قبل اداك شكل فني رائع.